السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. إذا كنتوا تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به يوصلكم جديد ديما مع الوصفات السهلة وسريعة التحضير. اليوم حبيت نجيب لكم حلوة بزاف رائعة وبنتها خيالية، راح تكون كوكياج محشي بحشوة ما نقولكمش يا البنات بن على بنة. راح نبداو بالمقادير اللي نحتاجها اللي هي 250 غرام مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. هذا المكون الأول. نحتاجو كيس إلا ربع سكر ناعم، 2 ملاعق نشا، بيضة. أنا البيضة تاعي راهي كبيرة لذا استعملت بيضة واحدة. كي تكون عندكم بيضة صغيرة استعملوا بيضة صغيرة وزيدوا معها صفار بيضة، ملعقة فانيليا، ربع ملعقة خميرة. لهنا منحوسوش الخميرة تكون بزاف باش ما تطلعش ليكم وتجي ماهيش ملاحة. نحتاجو ربع ملعقة فقط، وبلا ما ننسو الفارينة باه ننمو بها العجينة. نبداو بتحضير الوصفة. لهنا شوفوا لهنا الكمية تاع المارغرين راهي طرية، نحركها شوية فقط. لهنا ديما كي تحبوا ديروا اي حلوة احكموا خرجوا المارغرين تاعكم من قبل وخلوها في المطبخ درك تطرى وحدها. نضيفوا لها كمية البيض وملعقات الفانيليا لهنا باه نكحوها ونحكموا نحركوا المكونات على الاول شويه. لهنا هذه الوصفه تجي بزاف مليحه، تقدروا ديروها في كل المناسبات تاعكم. توجور نحب ندير لكم وصفات يعجبوكم في الحلويات. قولوا لي رايكم في التعليقات، وانتم قاعدين تفرجوا في الفيديو ما تنسوش ديروا جيم باه يشوفوه اكبر عدد من المشاهدين. لهنا نكتفي بهذا القدر ونبدا نستعمل ايدي احسن. نحركوا شويه بركه ما تديلكمش وقت هذه الحلوى، ونضيفوا لها كميه السكر الناعم اللي قلنا نحتاجو كيس الا ربع. لهنا دي الحلوى تاع الكوكياج تقدروا طيبوها وتخبوها في الكونجيلاتور وما تزينوهاش، وقت ما يقرب الوقت اللي تحتاجوه سواء في المهيبه ولا في الاعراس خرجوا وحشوها وديروا لها الديكور تاعها. ما يصرفها والو العجينه هذه اللي تحب تربح الوقت وتخدم حوايجها من قبل. فقط كي تخبوها في الكونجيلاتور ديرها في علبه محكمه الغلق وغلفوها مليح، ما يصرى لها والو. نبقى نحرك حتى يتغير اللون شويه يولي على شكل كريمي وتبيض شويه هذه الزبده. لهنا نضيفوا كمية نشا اللي قلنا 2 ملاعق راح يعطوها خفة. وتقدروا تستعملوا الباتور في هذه الوصفة. لهنا شوفوا نتوما واش تفضلوا. انا منحبش لهنا نستعمل الباتور فقط. رجال الاخوات يقولوا توجور ما عندناش باتور ولا ما عندهمش نوعية مليحة، لذا نحب نستعمل ايدي. بصح كي نحب نخدمها وحدي صراحة نستعمل الباتور. توجور نحب نقص على روحي الخدمة. لهنا شوفوا القوام كيفاه ولا على شكل كريمي. لهنا نستعمل غير ايدي. شوفوا كل المكونات راح ينسجمت وتغير اللون تاعها. لهنا راني مغربله كميه الفارينه. نبدا نحط على الاول 2 اكواب ونضيف عليهم ربع ملعقه تاع خميره. راني ما كفرتش الخميره، راني نعاود ناكد على هذه المعلومه. توجور كي ديروا حلوى في الصواني ما تكثروش كميه الخميره باش ما تتنفخش ليكم وتغير الشكل تاعها. ولهنا الدور تاعها فقط باش تعطيها شويه خفه وما تجيكمش يابسه. حبه الكوكياج تاعكم في الصينيه ونبقى نضيف الفارينة تدريجيا حتى تتلم عندي. العجينة هاهي كملت شكلتها. شوفوا القوام تاعها ما تكونش يابسه بزاف. لهنا اخترت هذوما الصواني في الشكل تاعهم بزاف مليح. انا توجور نشري كميه لا باس بها. كما لهنا هذه صواني عندي 200 حبه. لهنا طريقه الاستعمال تاعهم تاع اول مره سهله جدا. احكموا حطوهم في الفرن وهما بلا ما تحطوا فيهم العجينه، خلوهم يسخنوا مليح وبعد تمسحوهم حطوا فيها العجينه مباشره. لهنا العجينه متاكده انها 100% ماهيش راح تلصق لكم. وقت تلصق تحكموا طيبوها بزاف، تلصق داكش تحمر بزاف وكشغل تشد في الحبه تاع الصينيه. اذا كي طيبوها عصوها فقط وكي يطيبوا خلوها يبردوا شويه ونحو الحبات باك امسحوهم فقط ما تغسلوش. داكش كي تغسلوهم يفسدوا ليكم. لهنا هذه طريقه كيفاه تستعملوا الصواني لاول مره. لهنا راني شكلت الكويرات حطيتهم في الصينيه ونبدا بهذه الطريقه. نحي الزوائد فقط ونضغطوا من هنا مع الاطراف باش يدوا الشكل تاع الحبه تاع الصينيه وما ترقوهاش بزاف. جوج تخدموا هكذا حبات ياكم. لهنا راني شويه درت كميه لا باس بها مع غير بالعقل. وشكلوا في هذه الاثناء حلوا الفرن تاعكم وحطوهم في البلا ودخلوهم يطيبوا. نكمل نشكلهم كامل ونطيبهم ونرجعوا نكملوا مع بعضنا. هذا هو الشكل تاعهم. بعد ما حكمت شكلتهم حطيتهم في البلا وراح نحطهم يطيبوا في الفرن. عسوهم بركه ما تخلوهمش يحمروا بزاف باش يجي الشكل تاعهم من فوق مليح. دابا راح نحط نطيبهم ونرجعوا نكملوا باقي الوصفه مع بعضنا. لهنا الكاطو راهو طاب.
شوفوا الشكل تاعو نحى بكل سهوله من الصينيه اللي درنا فيها. هذا هو الطياب تاعو. فيما يخص الحشوه، لهنا ديما الحشوه تبقى مساله اختياريه. لهنا حطيت كميه من حلوه الترك، زدت عليها كميه من الكاوكاو المحمص والمرحي، وكميه من اي قاطو عندكم تاع الاسواق اللي يبقى لكم من الاولاد تحكموا ترحوه. لهنا راح نلمو كامل بالمعجون. لهنا تقدروا تستعملوا حتى نسلي كراميل، انا حبيته بالمعجون يجي بنين وخفيف. ولهنا تبقى مساله اذواق، تبقاو تضيفوا في المعجون حتى تتحصلوا على خليط نقدروا نحشو به الحلوى تاعنا. زيد كميه اخرى من المعجون. لهنا نحطوا غير كميه غير بشويه حتى يتلم. لهنا راهو بدا يتلم. لهنا ذي الحشوه تجي بزاف بنينه وخفيفه. حلوه الترك راح تعطيها بنا. شوفوا الخليط كيفاه ولا متجانس. لهنا نكتفي، معش نزيد كميه اخرى من المعجون، ونبدو تحبوا تحطوها في البوش ولا احشو مباشره بالملعقه. لهنا باش يجوا محشيين مليح احشو الحبتين، حبه الثانيه ما تحشوهاش بزاف خاطرش الاولى رانا حشيناها، وتحطوا حبه فوق من حبه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. تلصقوا بكل سهوله. كي تشوفوا مثلا حشيتو بزاف تقدروا تنحوا الحشو الزايد بالملعقه ولا بيديكم. مازلنا راح نزيدو نديروا لها كلاصاج اخر تاع الشوكولا، لذا انا ديما الحلوى ما نحبهاش تكون حلوه بزاف. في هذه الاثناء راني حطيت الشوكولا بيضاء على حمام مائي يذوب، ونكمل كامل الحبات نديرهم بنفس الطريقه. ها هما الحبات بعد ما حشيناهم بالحشوه. لهنا الكميه اللي استعملتها خرجت لي 82 حبه. لهنا غير راح ندير معكم حبات قليل وباقي نكمل الباقي. لهنا جبت الشوكولا اللي قلت لكم شوكولا بيضاء، حطيتها على حمام مائي ذابت، نضيف لها كميه من شوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء. لهنا حبيت فقط نغير اللون، وانتم استعملوا اي لون انتم تحبوا، خاصه بركه في الاسواق كاين ملون خاص بالشوكولا تحبوها حمراء صفراء وردي كيما حبيتوا. انا حبيتها بيج كلير، لذا راني ضفت الشوكولا ونحرك مليح حتى يتغير اللون بلا ما ترجعوها للنار ولا اي شيء. ابقاو حركوا حتى تذوب هذيك القطعه تاع الشوكولا. لهنا الشوكولا البيضاء راني كي حطيتها تذوب على حمام مائي، ما ضفت لها ولا اي اضافه. لهنا نكتفي بهذا القدر. شوفوا اللون ما شاء الله ولا بيج كلير. نعرف اذا كان يبان لكم في الكاميرا. لهنا نحط الحبه بهذا الشكل ونبدا نحط فوق منها الكلاصاج تاع الشوكولا ونفضوها مليح من الزوائد. تشوفوها من فوق حاكمه بزاف الشوكولا. راح نستعملوا ملعقه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، وبنفس الطريقه نكملوا كامل الحبات ونحطوهم حتى ينشفوا تماما. والكلاصاج تاع الشوكولا هذاك يبرد باش نقدروا نزيدوا نكملوا لها التزيين تاعها. انا نكمل كامل الحبات ونرجع نكملوا التزيين مع بعضنا. بعد ما حكمت روحها شويه الشوكولا، لحنا في هذا البوش ذوب شوكولا بالحليب على حمام مائي. حنديروا خطوط بهذا الشكل تجي بزاف مليحه. دركا كتزيين نجيبوا هذوما الحبيبات تاع الشوكولا ونحطوا حبه فوق منها. لهنا تقدروا تستعملوا حتى الورده الذهبيه. لهنا ديما التزيين يبقى مساله اختياريه، كل واحد واش يحب. نكمل كامل الحبات ونخليهم هذيك الشوكولا تبرد تماما ونرجعوا نشوفوها في شكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي درناها نهار اليوم. شوفوا كانت حلوى بزاف رائعه. شوفوا اللون تاع الشوكولا قبيلتي كي لونتو بركا راهو بان في الحبه. انتم فيما يخص اللون بقاو ضيفوا في الشوكولا بالحليب حتى تحصلوا على اللون اللي نتوما حابينه. لهنا الكميه اللي استعملتها تاع 180 غرام مارغرين خرجت لي 82 حبه بهذا الشكل. ولهنا قسمت لكم حبه باش تشوفوها من داخل كيفاه تجي بزاف رائعه. لهنا ما نحبش نحكم الحبه ونفتفتها بيدي، هي راهي هشه وخفيفه كيما شفتها في الصوره. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.